قرارا بتبرئة اليهود من كل التاريخ منذ عيسى إلى اليوم، وهو يقول أن اليهود قتلوا عيسى وهم ملزمون بدم عيسى، حتى من خبثهم وسيطرتهم على الفكر العالمي اليوم، وكيف يمررون ما يريدونه، وكيف تكون إسرائيل اليوم كالطفل المدلل في العالم، تفعل ولا تسأل عن شيء أبدا. ما استعمل ضدها أي قرار ملزم منذ نشأت في 47 إلى اليوم، ما صدر لها قرار ملزم. 242 238 كل هذه القرارات وذهبت أدراج الرياح. كما هو القرار الذي قيل الآن في الجمعية العمومية بعدم الموافقة على أن تكون عاصمة، يذهب أدراج الرياح. هي تفعل ما تريد، وعلى العالم أن يستجيب. هذا الطفل المدلل للقوى الطاغية. ولذلك استصدروا من البابا قرارا بأنهم غير مسؤولين عن دم عيسى الذي قتلوه. نعم. أيضا نذكر المسلمين أن أول القبلة كانت القدس. نعم. هذه أيضا رمزية لقداسة هذا المكان، والله سبحانه وتعالى قال باركنا حوله. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يبارك حول القدس؟ المسلمون في بداية الإسلام كانوا يصلون متجهين إلى بيت المقدس، واستمر ذلك 17 شهرا. نعم. حتى نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك قبل المسجد الحرام وأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطره. وفي المدينة المنورة مسجد اسمه مسجد القبلتين. عندما نزلت على الرسول وهو متجه إلى بيت المقدس، ثم نزلت عليه يولي وجهه إلى القبلة إلى مكة، تحول، ففي قبلة هنا وفي قبلة هنا. نعم. هذا أيضا مما يعني يربط يبين مكانة هذه المدينة. نعم. نسأل عن شيء آخر. نعم. وهذا يعني يأخذنا إلى خطورة التهويد، خطورة أن يكون القدس. سيدي كلمة خطورة نعم. ليست تكفي. نعم. هذه كلمة خطورة كلمة لا تشحن الواقع ب5% من الواقع. نعم. أن تخرج هذه المدينة التي وثقها القرآن الكريم بالعقيدة الإسلامية، بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالصلاة أول ركن من أركان الإسلام، بالأنبياء جميعا، أن تخرج من حضانة المسلمين ليس خطرا، هذا قلب للحقائق، هذا موت، هذا دمار، هذا هلاك، هذا لا يمكن للأمة جمعاء وليس للشعب الفلسطيني. أيوة. نعم. ولكني أعجب من مقاومة هذا الشعب الأبي منذ صدر هذا القرار الغاشم الذي يعتبر القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ويعني الشعب كعهده، ولكن يقاوم بصورة استبسالية. حتى رأيت أبا ثريا القعيد الذي بترت ساقيه في إحدى الغارات الإسرائيلية وهو يقاوم. أرجو من المخرج أن يعرض لنا الفيديو الذي فيه تقرير عن أبي ثريا. بنصف جسد وإرادة نعم، كاملة وصل إلى الخط الفاصل بين الحق ومغتصبه. بنصف جسد وبوطنية كاملة رفع العلم الفلسطيني على أرض ارتوت من دماء أسلافه. بنصف جسد ومقاومة كاملة رفع يديه لا مستسلما بل منتصرا. بنصف جسد وعروبة كاملة ارتقى شهيد أمة بترت أطرافها فاستفحل العدو بأراضيها. إنه العقيد إبراهيم أبو ثريا، قعيد فلسطيني قاوم الجيش الإسرائيلي بنصف جسد وقلب كامل. كان يطلع يقول أنا إيش إلي أنا رجلي ريحات، يعني إيش ضايل في هالدنيا، وهذا يطلع يطبش، يطلع حينه، ينزل عن الكروس، ما حدش يرضى يمرقه، يطب يزحف على إيديه ويمرق ويقدم، يعني هو يكون دائما أول واحد. لا يحتاج إبراهيم إلى كرسيه هذه بعد اليوم، فالشهداء كاملون لا نقص فيهم. ابن 29 عاما أرعب قناصة الاحتلال فقرروا خطف روحه بعدما بترت